بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فآخر ما مر معنا الكلام حول سنة الفجر وما يتعلق بها، أنها أول السنن وأنها آكد السنن. قال: سنة الفجر تختص بعدة أمور. أولا، مشروعيتها في السفر والحضر كما سبق. أما غيرها من السنن الرواتب فالسنة تركها في السفر كراتبة الظهر والمغرب والعشاء. وهذا قول. وأما قول الجمهور أنها أي سنن الرواتب تصلى في السفر وفي الحضر، حضر والسفر، جميع الرواتب. قال: ثانيا، ثوابها بأنها خير من الدنيا وما فيها، كما تقدم. ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، من حديث عائشة: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. قال: ثالثا، يسن تخفيفها، أي يشرع تخفيفها، تخفيف صلاة سنة الفجر، تخفيفها أي يعني صلاتها خفيفة ولا يطول فيها. لكن ما هو التخفيف؟ وسط، ليس تخفيف بأن يسقط الواجبات والأركان. قال: ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف، حتى إني أقول: هل قرأ فيهما بأم القرآن أم لا؟ أي هل قرأ فيها بالفاتحة أم لا، لشدة تخفيفه عليه الصلاة والسلام لسنة الفجر. قال: ولكن يشترط ألا يكون هذا التخفيف مخلا بالواجب أو يفضي إلى أن ينقض صلاته فيقع في المنهي عنه سريع. ونقر الصلاة منهي عنه، ينقر أحدكم كما ينقر الديك، هذه صلاة المنافق. وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصلاة التي يعني ينقرها صاحبها كنقر الديك، هذه تسمى، هذه وصفها بأنها صلاة المنافق، صلاة المنافق. فتخفف سنة الفجر، لكن لا تخفف حتى تترك واجبا، ولا تخفف حتى أنه ينقرها نقر الصلاة كنقر الديك سريعا، فهذا لا يجوز. جميع الصلوات أن تنقر الصلاة نقرا، فإن هذا من يعني صفات المنافقين، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ينقرون الصلاة نقرا. قال: رابعا، يسن أن يقرأ في سنة الفجر بعد الفاتحة في الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية قل هو الله أحد، أو يقرأ بعد الفاتحة. يسن هذا، والأكثر أن تقرأ قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، والركعة الثانية بقل هو الله أحد. قال: أو يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. الآية التي في سورة البقرة في الصفحة الأخيرة من الجزء الأول.
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، هذا في الركعة الأولى. قال وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. هذه الآية في سورة آل عمران، في سورة آل عمران، وهي في الصفحة الأولى في الورقة قبل الأخيرة، هذا قبل الأخيرة من الجزء الثالث، هذا انتهاء الجزء الثالث هنا، هذه الورقة آخر جزء الثالث، وهذه الورقة قبل الأخير هنا. قل يا أهل الكتاب تعالوا في سورة آل عمران، في سورة آل عمران. وأيضا سيذكر ذلك في الركعة الثانية تقرأ هذه، إذا قرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله تقرأ هذه الآية وتقرأ آية أخرى، ليس يقرآن معا، لا، إما أن تقرأ هذه الآية وإما أن تقرأ الآية الأخرى كما سيأتي. قال وهذه من السنن التي وردت على وجوه متنوعة، فمرة يأتي بهذه ومرة يأتي بهذه، أي القراءة في سنة الفجر جاء متنوعة، مرة يقرأ بقول يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، ومرة يقرأ بقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وقل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ومرة يقرأ قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا، والمرة ويقرأ في الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر كما سيأتي في حديث ابن عباس. قال ويدل عليه، أي على هذه السنة القراءة في سنة الفجر. قال حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في ركعتي الفجر قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، قل يا الكافرون وقل هو الله أحد. قال وحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منها قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، وفي الآخرة منهما الركعة الثانية فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أيضا في سورة آل عمران. وفي رواية عند مسلم أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن في الركعة الثانية يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الآية. إذن هناك ثلاث صفات في قراءة سنة الفجر. الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بقول يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقول هو الله أحد. الصفة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل الآية في سورة البقرة في الصفحة الأخيرة من الجزء الأول. وفي الثانية قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، هذه الصفة الثانية في الركعة الثانية أن يقرأ قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله في سورة آل عمران. الصفة الثالثة أن يقرأ في الأولى بقولوا آمنا بالله الآية التي في البقرة، لكن في الركعة الثانية يقرأ فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون، أيضا في سورة آل عمران. قال خامسا يسن الاضطجاع على الشق الأيمن بعد سنة الفجر، ويدل عليه حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الأيمن.
خامسا مما تختص به سنة الفجر أنه بعد سنة الفجر أن يضطجع على شقه الأيمن، يضطجع على شقه الأيمن، ليس ينام، لا، اضطجاع. هذه من السنن أيضا المهجورة، من السنن المهجورة. قال باء حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع، أي النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن كنت مستيقظة حدثني، أي كلمني، وإن لم تكن مستيقظة اضطجع على شقه الأيمن. قال: واختلف في هذا الاضطجاع، فقيل الاضطجاع بعد سنة الفجر مسنون مطلقا، وبه قال أكثر أهل العلم رحمهم الله لحديث عائشة رضي الله عنها السابق. وأيضا ممن كان يفعل ذلك ويفتي به من الصحابة أبو موسى الأشعري ورافع بن خديج وأنس بن مالك وأبو هريرة وأنس بن مالك وأبو هريرة، وبه قال ابن سيرين وعروة وبقية الفقهاء السبعة رحمهم الله، أي مسنون مطلقا بعد سنة الفجر أن تضطجع، بعد سنة الفجر أن تضطجع على شقك الأيمن، الاضطجاع على الشق الأيمن. قال: وهناك من يجعله مسنون لكن بقيد، هذا بدون قيد. قال: وقيل سنة لمن يقوم ويطيل القيام بالليل ليستريح بهذا الاضطجاع، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أي يسن فقط لمن قام الليل وأطال القيام لأجل أن يستريح فقط، أما لغيره لا يسن، قال: وقيل واجب، وقيل غير ذلك، أي قيل الاضطجاع واجب، بعض العلماء ذهب إلى وجوبه، أي صحيح أنه سنة. قال: والقول الأول هو الأظهر والله أعلم، أي أن الاضطجاع مسنون مطلقا، ليس فقط لمن قام الليل قام قياما طويلا، وإنما لكل أحد أن يضطجع على شقه الأيمن. قال: الأفضل في صلاة الفجر تعجيلها بأن تصلى أي بالظلمة في أول وقتها، وبه قال الجمهور. ويدل عليه ألف حديث عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم متلفعات بمروطهن ثم ينقلبن إلى بيوتهن وما يعرفن من تغليس رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة. باء حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصبح بغلس، أي في أول وقتها، بغلس أي في وقت الظلمة. وقول عائشة رضي الله عنها متلفعات بمروطهن أي بجلابيبهن، المروط والجلباب، ثم يرجعن بعد الصلاة مباشرة، النساء يخرجن، أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما في حاجز بين النساء والرجال، النساء يصلين في خلف المسجد والرجال في المقدمة، ما في هناك يعني ستار بينهن وبين الرجال، فلذلك النساء يخرجن لأجل ألا يعني يختلطن بالرجال، فيرجعن مباشرة بعد الصلاة، فيخرجن وما زالت ظلمة. دل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الفجر يعني بالتعجيل. قال: وأما حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر، فقيل المراد بذلك إطالة القراءة حتى يخرج منها بعد الإسفار، وقيل الحديث منسوخ،
وقيل المراد تأخيرها حتى يتبين ويتأكد من طلوع الفجر فلا يشك فيه. أي قول رافع بن خديج أسفروا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يعني قيل فيه هذه الاحتمالات، قيل فيه هذه الاحتمالات أنه كان يصلي في قلس ثم يطيل القراءة حتى يسفر أي يعني يظهر الضوء. فسنة الفجر تصلى بغلس، وليس معنى أن تصلى بغلس كما يعني الآن أكثر يعني التواقيت خاصة أذان الفجر تتقدم قبل الفجر، لربما بعضها يصل إلى 10 دقائق قبل دخول الفجر ب10 دقائق، وبعضها ب5 دقائق. هذا العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في يعني وقته يقول تقويم أم القرى في السعودية مقدم على الفجر ب5 دقائق، ب5 دقائق. وأنت إذا أراد العبد أن يعرف يعني يخرج من المدينة، الآن ربما الأضواء الذين هم خارج المدينة ما عندهم يعني تلك الأضواء سيشاهدون الفجر بوضوح، فينظر الفجر يطلع من يعني الجنوب إلى الشمال هكذا في الشرق، أما الذي يطلع هكذا هذا فجر كاذب، فيشاهد بعينه. إذا شاهد الفجر دخل وقت الفجر، فعند ذلك يعني يصلي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ليس معناه التغليس أول ما يدخل وقت الفجر، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا بعد دخول الفجر؟ يصلي ركعتي الفجر وكان يضطجع، دل على أنه يعني وقت يصل لربما إلى يعني ربع ساعة أو 20 دقيقة، هذا لا بأس، هذا من التغليس. إنما الإسفار أن تؤخر من بعد الفجر نصف ساعة، تؤخر بعد الفجر ظهور الفجر بروز الفجر. أما الآن انظر يعني إذا تأخرت لربما يعني 25 دقيقة وصليت تخرج وما زلت في قلس، صح أو خطأ؟ ما زال الظلام موجود، أنا أخرج والضوء موجود، أخرج كثير، ليس فقط هنا، في يعني لربما إن صح القول في جميع يعني الدول أنه يعني يؤخر ربما يعني بعضهم 20 دقيقة بين الأذان والإقامة، نادر من تجد يفعل ربع ساعة، إلا بعضهم 25 دقيقة بين الأذان والإقامة، ومع ذلك يصلي الفجر ويخرج وما زال يعني ليس إسفار جدا، في إسفار قليل، ما زال في الظلمة. طيب نكتفي بهذا القدر إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.